الفضة بتولع بجد، السعر طار 2.4% في أسبوع واحد بس، والناس بقت تايهة نشتري ولا نبيع، واللي معاه فضة بيقول أنا ملياردير ولا لسه. الفيديو ده هيغير فكرتك عن الفضة تماما. مش بس كده، انت هتعرف كمان ليه الأسعار زادت، وهقولك ازاي تقدر تكسب منها بطريقة ذكية. قبل ما نبدأ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي الفضة عاملة زي اللعيب اللي كان احتياطي طول حياته وفجأة بقى هداف الدوري. الناس كانت شايفة الذهب هو النجم، لكن لما سعره وصل ل 2955 دولار للأوقية، المستثمرين قالوا يستر يا رب، الذهب بقى أغلى من فواتير الكهرباء، فبدأوا يبصوا على الفضة كبديل أرخص بس بنفس الفايدة الاستثمارية بتاعته. والنتيجة إن سعر الفضة زاد بنسبة 2.4% في مصر و1% عالميا. والزيادة دي مش مجرد صدفة، لا دي وراها شوية أسباب خطيرة. طيب ليه أسعار الفضة بتزيد؟ العالم دلوقتي مليان توتر جيوسياسي ومخاوف من التضخم، واي حد معاه فلوس عاوز يحطها في حاجة تحافظ على قيمتها، فبدأت الناس تشتري فضة. غير كمان سياسات ترامب الاقتصادية، الراجل ده مصمم يخلي التجارة العالمية حفلة مفاجآت، كل شوية يزود التعريفات الجمركية، وده بيأثر على الاقتصاد بشكل مش طبيعي. لما الأسواق تتوتر المستثمرين بيلجأوا لأي أصول آمنة زي الفضة. كمان الطلب الصناعي على الفضة بيزيد، نص استهلاك الفضة في العالم بيروح للصناعة، من الإلكترونيات للطاقة الشمسية للأدوية، كله بيستخدم الفضة. وزي ما عارفين لما الطلب يزيد السعر بيبدأ كمان يزيد معاه. طيب دلوقتي نشتري ولا لأ؟ الفضة عيار 999 بقت ب54 جنيه، والفضة عيار 925 وصلت ل50 جنيه. الجنيه الفضة عيار 925 بقى ب400 جنيه. الأسعار شكلها طالع في سكة مفيش رجوع، لكن ده معناه ايه؟ لو ناوي تستثمر دلوقتي ممكن يكون وقت مناسب جدا للشراء، لان التوقعات بتقول ان الفضة هتزيد 14% في 2025. لكن لو بتدور على مكسب سريع الفضة مش هتبقى افضل حاجة ليك، لانها استثمار طويل المدى. طيب ايه هو بقى مستقبل الفضة ان شاء الله؟ ايه الايام والشهور اللي جاية؟ كل حاجة بتقول ان الفضة مكملة في ارتفاع اسعارها، وده بسبب التضخم اللي بنشوفه بشكل مرتفع دلوقتي ومستمر. كمان كل ما الاسعار بتزيد الناس بتحاول تحافظ على قيمة فلوسها بانها بتشتري معادن ثمينة زي الفضة. كمان استمرار ارتفاع الطلب الصناعي، كل ما التكنولوجيا بتتطور الطلب على الفضة هيزيد اكتر واكتر. كمان السياسات الاقتصادية اللي غير متوقعة، هنا بنشوف ان اي قرارات اقتصادية غريبة هتزود الاقبال او اللجوء للفضة كملاذ آمن. يعني ببساطة اللي هيشتري دلوقتي ممكن يكون كسبان قدام. خد بالك من الحاجات دي قبل ما تشتري، ما تشتريش اي فضة والسلام، اشتري عيارات عالية زي 925 او 999 عشان تضمن الجودة. تابع الاخبار الاقتصادية خصوصا التضخم واسعار الفايدة، اي تغيير فيهم بيأثر على الفضة. استثمر بذكاء، ما تحطش كل فلوسك في الفضة، وزع استثماراتك عشان تقلل المخاطر. الخلاصة الفضة سعرها بيزيد بسرعة، ده بسبب الطلب الكبير عليها كملاذ آمن واستثمار صناعي. التوقعات بتقول إنها هتكمل في الصعود خصوصا مع تضخم وسياسات الاقتصاد اللي متلخبطة. لو عايز تستثمر دلوقتي ممكن يكون وقت مناسب، بس لازم تفكر في الاستثمار كحاجة طويلة المدى. وفي آخر الفيديو عندي طلب مهم منك، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان ما تفوتش أي جديد. اكتب لي في الكومنتات أنت شايف الفضة هتوصل لكام في 2025، وكمان ما تنساش تشوف الفيديو اللي فات هتلاقيه قدامك موجود على الشاشة دلوقتي، هتلاقي فيه معلومات هتكمل اللي قلنا النهاردة. واشوفك إن شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.